السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير. كما كتعرفوا بلي ان رئيس الحكومه المغربيه عزيز أخنوش عقد واحد اللقاء صحفي مع جريده إكسبريس، واللي تكلم فيه على قطاع التعليم، وتبين من خلال الحوار اللي جرى مع هذه الجريده بلي ان الدوله ما عندها حتى شي نيه باش انها تراجع على الشرط ديال التوظيف فوق 30 سنه، وكذلك ابقاء على شرط الانتقاء الاولي بالنسبه لحاملي الاجازات الاكاديميه. وهذا الشيء اللي تبين من خلال اثناء اعلان جهه خنيفره بن ملال على مباراه ديال التعليم لسنه 2022 2023. والجديد في هذه المباراه، وكما كتعرفوا بلي ان الجديد في هذه المباراه يستثنى من الخضوع للانتقاء الاولي حاملي الاجازات في التربيه، وكذلك يستثنى ايضا لفتره محدوده لمده 3 دورات على التوالي، اي 3 سنوات بالنسبه لحاملي الاجازه في المسالك الجامعيه. وكذلك ايضا بالنسبه للمترشحين الذين سوف يستجون ان شاء الله بنجاح الانتقاء الاولي وكذلك الاختبارات الكتابيه، فانهم مطالبون ايضا باعداد وتقديم وضعيه تعليميه تعلميه في درس معين ومناقشتها امام اللجنه المختصه. وشكرا لكم.